السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم من الجزائر. الجزائر تمارس أدوارها بالكامل وتجعل من أرضها أرض للحوار. اليوم الاجتماع الثاني لنداء الساحل تحتضنه الجزائر، وهو الاجتماع الذي يبرز السياسة التفاعلية للجزائر في دعمها للجهود لمكافحة أو في دعمها الجهود لمكافحة الإرهاب عبر طريق الدعم المستمر للقدرات التنموية لدول المنطقة، وهذا وفق المقاربة الجزائرية لمعالجة الأسباب العميقة المتسببة في الإرهاب والتطرف العنيف التي تعاني منه منطقة الساحل، وأيضا عبر توظيف الوسطية في مواجهة الخطاب المتطرف وآليات أخرى تسعى منها الجزائر ودول الساحل إلى العمل من أجل استقرار المنطقة. إذا مشاهدينا، سنخوض في الموضوع بالتحليل والنقاش رفقة ضيوف البرنامج. أسعد اليوم باستضافة الأستاذ وحيد بوطريق المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك وبصديقي والسيد بغرارة وكل المشاهدين. أهلا بك. أيضا أسعد باستضافة الدكتور حكيم بغرارة الأستاذ الإعلامي والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور. أهلا، شكرا على الدعوة، أهلا بالمشاهدين وبالضيف الكريم. إذا أستاذ مشاهدينا، سنتابع بعض التصريحات لضيوف المشاركين في الاجتماع الثاني لنداء الساحل ثم نعود للنقاش. يأتي اجتماع نداء الساحل الثاني ضمن مبادرة قام بها البرلمان الجزائري مع اتحاد برلمانات الدولي، وهو مبادرة مهمة جدا خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه منطقة الساحل وجنوب الصحراء. لا يخفى عليكم أن المنطقة تعج بالمنظمات الإرهابية والمنظمات التكفير المتطرفة. قبل 10 سنوات كانت منظمة إرهابية واحدة متمثلة في القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، والآن عشرات المنظمات. تبين على أن الساحل لا يحتاج إلى تدخل أجنبي متمثل في عملية برخان وغيره. أعتقد أن مقاربة الجزائر التي كانت منذ 10 سنوات بدت الآن ناجعة وناجحة، بدليل على أن كل الشركاء في منطقة الساحل وجنوب الصحراء اجتمعوا الليلة، وهذا في خلال يومين في الجزائر العاصمة، ليناقشوا موضوع التطرف العنيف، ليمنعوا التطرف العنيف كيف لا، وقد أشركوا الساكنة المحلية المتمثلة في الشخصيات الدينية، في الشخصيات الفكرية، في القبائل، في زعماء القبائل، كلهم يساهموا في إطفاء نار الفتنة الموقودة في الساحل. المجتمعات الإفريقية ومجتمعات الساحل قد عضتها السنون وعضتها الدهور، وعرفت أن التدخل الخارجي لا يفيدها، ولذلك فإنه من المهم أن يكون هذا المؤتمر فاتحة لاستنهاض الهمة الإفريقية وإشراك جميع مكونات المجتمعات الإفريقية بما فيها العلماء والأئمة، وتكون مقاربة تكاملية بجميع مناحي المجتمعات لكي نعي الخطر ونحاول أن نخرج مصلا ونقوي المناعة لإنتاج مقويات تجعل الفيروس التطرفي يموت في الجسم قبل أن يقتله. المجتمع المدني يمتلك الآن تشبيك ويمتلك أيضا امتداد يحمل هذا التمثيل الجماهيري بمختلف المكونات تاعو، سواء الدينية أو المجتمعية. هذا المصداقية والثقة تمكنه من أن يكون فاعل أساسي في التعبئة والتوعية، وأيضا يكون فاعل أساسي إضافي في الشراكة مع المؤسسات الحكومية لإطلاق مشاريع تستجيب بالدرجة الأولى لقضايا التنمية. أن دور الاتحاد البرلماني الدولي هو جاء بعد أن تبين لنا وتكشف للعيان فشل كل المحاولات الدولية لعلاج مشكلة الساحل. إن الساحل ينهار ولا يوجد اهتمام حقيقي بمنطقة الساحل، ولذا فكان الاتحاد البرلماني الدولي أول منظمة دولية تعنى بمشاكل ضحايا الإرهاب وتعنى بمشكلة الساحل تحديدا. ونحن نرى أن أخطر مشاكل التي تواجه العالم حاليا ليست مشكلة الحرب الأوكرانية الروسية، إنما هي مشكلة الساحل. وإذا لم يراعي العالم الساحل ويروا المواطنين في دول الساحل أسوة بالمواطنين في الدول العربية وأسوة بالمواطنين الأوروبيين، سوف يظل العالم في هذه الحالة من المستويات المزدوجة والمعايير المزدوجة، وسوف يتم الاهتمام فقط بكل من هو لونه أبيض. وعندما نأتي إلى الألوان الأفريقية فيأتي اهتمام بالأفريقية هذا في آخر
القوائم الاهتمام وما يجب عليه البرلمانات الوطنية سواء في دول الساحل أن تعتمد مبدأ واحد، وهو إن أرادت أن تغير من أنفسها فيجب أن إن أرادت أن تغير هذا الوضع فيجب أن تغير من نفسها. وزي ما حضرتك عارفة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا مشاهدينا، عودة مجددة إليكم في البلاطو ومع ضيوف الكرام من أجل مناقشة الموضوع. الدكتور حكيم بوغرارة، أبدأ معك النقاش كمدخل للموضوع والسؤال المباشر: أين تكمن أهمية عقد هذا الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر؟ هو اجتماع الثاني لمبادرة نداء الساحل يدخل في إطار إشراك المجتمع المدني ومؤسسات مختلف دول الساحل في حل مختلف الإشكالات التي تعانيها هذه الدول من فقر ومن تخلف ومن ضعف في التنمية ومن توغل الكثير من الجماعات الإرهابية. وبالتالي فنداء الساحل هدفه تحسيسي توعوي من خلال تمكين مختلف شرائح مجتمعات دول الساحل من الانخراط في عملية مكافحة الإرهاب وتحسيسهم بضرورة عدم الانخراط والاستجابة لنداءات مختلف الجماعات الإرهابية التي تستعمل عدة وسائل من خلال فتاوى مزيفة وإغراءات مالية وحتى تهديد بالسلاح من أجل الدفع بهذه الشرائح الهشة بالانخراط في الجماعات الإرهابية. وبالتالي فالمقاربات الخاصة بمكافحة الإرهاب خاصة التي تقترحها الجزائر فهي مقاربات فيها شق أمني يعتمد على المكافحة بالمؤسسات الأمنية، وفيه شق دبلوماسي من خلال محاولة إقناع القوى الكبرى بوقف هذه الاختراقات والتوغلات في مناطق الساحل التي جعلت هذه الدول هشة. فيه مقاربة اقتصادية من خلال تشجيع التنمية، فيه مقاربة حضارية من خلال تشجيع التعليم وتخصيص جزء من أموال الدول الإفريقية لتحقيق التنمية ببناء مرافق عامة تساعد هذه الفئات الهشة في مناطق دول الساحل على حياة كريمة أو حد أدنى من شروط الحياة تمكنهم من التشبث بالأراضي وعدم تركها والانصياع أو الانخراط في حملات الهجرة غير النظامية. وبالتالي هذا نداء الساحل أهميته تكمن في الذهاب إلى الفئات الهشة والمجتمع المدني في منطقة الساحل والكثير من الدول التي تعاني من نفس المشاكل على ضرورة تمكينها من الانخراط في الأداء السياسي والاقتصادي والتنموي. واضح دكتور، سنعود إلى كل هذه النقاط بالتفصيل. دكتور الأستاذ وحيد بوطريق، يبدو أن العالم فعلا يقف على خطورة ظاهرة الإرهاب. بالعودة إلى الوراء قليلا نجد أن من بين أسباب عقد اجتماع نداء الساحل سنة 2021 وعقد العديد من الاجتماعات بخصوص الظاهرة أو الظواهر الإرهابية هو الوقوف على انتقال المد الإرهابي من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الإفريقي، وهي المنطقة المقاربة للمغرب العربي والتي بدورها قريبة من الجنوب الأوروبي. إذن الموقع الجغرافي للساحل الإفريقي القريب من الدول المغاربية كما قلنا والقريبة بدورها من الجنوب الأوروبي يجعل منها منطقة مؤثرة على الجميع. ربما هو الأمر الذي أدركه البرلمان أو الدولي الذي أقر هذا الاجتماع والسعي للعمل من أجل استقرار المنطقة وفق رؤية شاملة وليست رؤية محلية فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة هذه تاع نداء الساحل للمرة الدورة نتاعها في المرة الثانية هو عمل جد هو سياسي سياسي واستراتيجي. كيف؟ لأنه والمقاربة هذه عملت عليها الجزائر كثير كما عملت على المجتمع المدني أن ينخرط في العملية السياسية ولأخذ القرار المجتمعاتي، وعملتها الجزائر كذلك لأول مرة في القمة العربية. هذه المرة هناك
أرادوا أن يفعلوا الفواعل المجتمعاتية أو من رجال دين، من الأمور الثقافية أو الثقافية والدينية والعرفية والعلمية والممثلين للبرلمانيين بصفة عامة كل المجتمع المدني أن يشارك في أن يشارك وأن يكون فاعل في الحياة المستقبلية للدول، لأنه من قبل كانوا إلا السياسيين الذين يقررون مصير هذه الشعوب. واليوم الجزائر ودول الساحل أرادت أن تفعل المجتمع المدني بكل أطيافه وبكل قواه وبكل ما يملك من ويسخر من إرث ديني وثقافي. هكذا يصبح المرافق للفاعلين السياسيين اللي فشلوا من قبل في كل العمليات نتاعهم السياسية، وأصبحت وهذه المنطقة هي رخوة، والدول الغربية بصفة عامة والمخابراتية عاثت في الأرض فسادا. واليوم بالطريقة هذا بتفعيل هذا المجتمع المدني أظن سيصبح المجتمع في يكتسب أكثر بليس ديمينيتي، يعني بليس ديمينيتي لما يخطط له ولتحضير مستقبله بكل فاعلية وبكل بسلاسة وبعقلانية وبثبات، وكذلك باستراتيجيات جد معروفة اللي تكلمنا عليها. واضح أستاذ دكتور حكيم بوغرارة. يعني نحن نعرف التركيبة البشرية في الدول الإفريقية التي ما زالت تؤثر فيها نظام القبيلة والأعيان وكبار القوم الذين يشاركون اليوم بقوة في الاجتماع الثاني لنداء الساحل، وهو الأمر الذي يعطي أهمية كبرى لهذا الاجتماع وفي نتائجه المرجوة. هو أولا حضور هذه الإثنيات أو هذه القبائل هو أمر إيجابي جدا، ويؤكد بأن هذه القبائل المنتشرة في دول الساحل هي ترغب في السلام، ترغب في الانخراط في هذه المبادرات لإحلال السلم والتنمية وإبعاد تلك الصورة النمطية. اليوم وسائل إعلام فرنسية رسمية تقول بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل تنظيمات متمردة في شمال مالي. لاحظ هذا الإعلام الغربي دائما يحاول أن يسوق هذه القبائل، هذه الإثنيات، بأنها تنظيمات متمردة، بأنها تنظيمات إرهابية، وبالتالي فالصورة النمطية التي يكتسبها العالم حول دول الساحل هي من صناعة هذا الإعلام الغربي، من هذه الدعاية الغربية، لأن الاستخبارات الغربية أصبحت تضم مختلف وسائل الإعلام من أجل تمرير الرسائل والصور التي تريد أن تصنعها في ذهنية المشاهدين. وبالتالي حضور هذه الإثنيات ومختلف الحركات والجمعيات المنتشرة في منطقة الساحل وحضوره إلى الجزائر، هذا يعكس رغبتها في تجاوز هذه الصعاب، في تسويق صورة إيجابية بأنها مجتمع مدني مسالم يريد التغيير، يريد التنمية، يريد الاندماج، يريد حلولا محلية لمشاكله، وبالتالي النأي عن هذه التدخلات الأجنبية والاختراقات الأجنبية التي تستغل الكثير من الإثنيات، الكثير من الجماعات في مالي، في النيجر، في بوركينا فاسو، من أجل تأليبها على السلطات المركزية وتخلق من خلالها اعتداءات إرهابية ومشاكل إثنية بين القبائل، وتغذيها بفتاوى وبمقالات مزيفة، لأن منطقة الساحل تعج بالاختراقات سواء على مساحات التواصل الاجتماعي أو محاولة غرس إيديولوجيا تفرق بين مختلف القبائل وتصنع حساسيات فيما بينهم. وعليه فالحضور إلى الجزائر هو ورقة بيضاء لهذه الجمعيات بأنها تريد السلام، تريد الاندماج، تحبط كل المؤامرات الإعلامية والاستخباراتية التي تقول بأن منطقة الساحل هي بؤرة للإرهاب. لكن المطلع على الواقع، الخطاب الذي شاهدناه، التصريحات، الرغبة في تجاوز هذه المحنة، هذا يكسر كل
ما صنعته الدعاية الغربية لتبرير تدخلها في المنطقة والقيام بهجمات والتصوير بأن جماعات إرهابية، لكن يظهر بأنها صناعات استخباراتية مثل ما تحدثنا في الكثير من المرات. فالأمور متعلقة بمصالح اقتصادية ومواد أولية، وشركات متعددة الجنسيات ترفض للدول الإفريقية أن تتقوى، أن تسترجع سياستها السياسية والاقتصادية، وبالتالي هي تقوم بكل شيء من أجل غرس هذه الصورة النمطية التي تقول بأن منطقة الساحل كلها هي بؤرة للإرهاب، وتخفي بأنها مناجم لليورانيوم والألماس والذهب ومختلف المعادن الثمينة. واضح دكتور وحيد بوطريق. ربما تكلم الدكتور حكيم بوغرارة عن الإعلام الفرنسي الذي تطرق إلى استقبال رئيس الجمهورية إلى الفاعلين السياسيين من مالي واعتبرهم بأنهم مجموعة خارجين عن القانون. ربما هذا الهجمة الإعلامية ربما هي تعبر عن انزعاج الغرب من الإجراءات التي تتخذها الجزائر أو المقاربة الجزائرية في المنطقة، وربما الغرب أيضا انزعج أو شعر بأن هذه المقاربة ستحقق النتيجة المرجوة لصالح الإفريقي. الغرب يبقى الغرب، المستضمر القديم يبقى المستضمر القديم. هذا الكلام موافق الأخ مقال على كل حال، وهذا المقال كان في الفرنس 24 على كل حال، وقالوا متمردين لما يستقبل تنسيقية الأزاود متمردين، ولما يكون رئيس الانتقالي أسيمي غويطا يقولون الانقلابي، ولكن لما يتكلمون عن الانقلابي في تشاد يقولون الرئيس التشادي. هذا اللي يخدم مصالحهم هو مليح، واللي ما يخدمش مصالحهم يشيطنونه. شيطنة الإنسان. هذا زيد على ذلك هذا اللقاء وضيف ما تكلمنا عليه. هذا اللقاء له هو سلاح ذو حدين. السلاح الأول هو هذه المرة هي المجابهة بما تسمى الحروب الرابعة، الحروب الهجينة، أو بما تسمى الجيل الرابع والجيل الخامس، وهي تفتيت الدول باسم العرقية، باسم حقوق الإنسان، باسم الأقلية، باسم الدين، باسم بأشياء هذه كثيرة، وخلق النعرات وخلق الفتن وغير ذلك. وشفنا يعني حتى يعني التاريخ، في التاريخ القريب فقط، لو نسأل السؤال هل الإرهاب لما دخلت فرنسا هل الإرهاب زاد أو نقص، نقول باللي زاد حوالي أكثر من 200 مرة. يعني هناك بلد مثل بوركينا فاسو 40% من الأراضي هي خارج السيطرة. لما نقول ملي دخل هذا المستضمر القديم هل الجماعات زادت؟ لا، زادت بالعشرات. لما نشوف الاتفاقية اللي داروها أو المقايضة اللي عملها الجيش الفرنسي في 2020، الله لم تخني الذاكرة، لما اطلقوا سراح الفرنسي سوفي والإيطالي والمعارض المالي بتسريح أو إطلاق حوالي 100 إرهابي والإرهابيين في 24 ساعة. منهم كانوا حتى في الحدود الجزائرية داخل البلاد وخارج داخل الوطن، والأمن كان جد يقظا، وألقي القبض عليهم ومعهم أموال يعني بالأورو. معناه الأورو، هل الأورو موجود في الصحراء؟ يعني شيء زيد على، لأنه هذا وقل ذو حدين. لماذا؟ أولا محاربة هذه الهجمة بما تسمى الجيل الرابع والخامس بتوحيد الصفوف وإعادة الصف الجبهة الداخلية للمالي والدول الإفريقية بصفة عامة. الضربة الثانية أو العمل الثاني ما هو؟ وهو تقوية القادة السياسيين أو المؤسسات السياسية من برلمانية تشريعية ورئاسية وغيرها. إذن هنا راح يكون تلاحم ما بين المجتمع المدني وما بين القيادة السياسية. هنا القوة راح تخلق لنفسها مناعة، يعني الإيمينيتي، وراح تتصدى وتذلل المشروع الخبيث للتقسيم وللتمزيق. ولا ننسى هذه البلدان حتى اللغة نتاعها، يعني هناك مؤرخين يقول لك لما أدخل المستعمر من قبل إلى ما نقولش هذه المرة، أنا في القرن الماضي يعني أمروا حتى بقتل الأساتذة اللي قروا العربية. السبب لأنه اللغة هي
سيت اون لونغ تاع تواصل تاع تواصل، حتى ما يكونش كاين العلم، لانه في طومبوكتو كانت هي عاصمه ثقافيه تاريخيه وكذلك اقتصاديه، كل الساحل يمشي لتما، ولكن ارادوا ان باش تبقى في لوبيلونس وفي الجهل لابد قتل الاستاذ هذا اللي ما يقريش العربيه غد يعني يقراو المستقبل، حتى ما يكونش كاين تواصل مع الافارقه الاخرين ومع الدول الاخرين ومع الجهات الاخرى. لابد قتل المعلم اللي يخلي اللغه اللي كان يتكلم بها كل الساحل، وقطع كل سبل التواصل. يعني دكتور حكيم بورارة، استقبال رئيس الجمهورية للفاعلين في مالي ربما هنا يأخذنا إلى أو يطرح السؤال أن الجزائر تحسن استغلال الفرص والمناسبات الإقليمية والدولية من أجل حل الأزمات وتوحيد الصف سواء في إفريقيا أو الصف العربي. ربما نفس الأمر حدث في القمة العربية، أن قبيل عقد القمة العربية كانت هناك جمع للفصائل الفلسطينية من أجل يعني استغلال تلك الحالة أو الجو العربي الأخوي. ربما الجزائر اليوم أيضا تستغل عقد اجتماع نداء الساحل وتستقبل الفرقاء أو الصفين في مالي من أجل العمل على توحيد الصف المالي. واستقبال رئيس الجمهورية إضافة إلى ما قلت في هذه المقدمة هو رسالة من هذه الحركات المالية المنتشرة خاصة في شمال مالي إلى كل دول العالم بأن هذه الحركات هي تلبي مختلف النداءات من أجل المشاركة في هذا المسار التسوية السياسية والسلمية للأزمة المالية، لأن حضور هذه الحركات هي رسالة بأنها ليست تلك الحركات التي يصور لها بأنها حاملة للسلاح وبأنها متمردة. وبالتالي بعد استقبال الجزائر لمختلف ممثلي السلطة المركزية في باماكو أو جنوب مالي، فالجزائر دائما تقول بأنها تقف على مسافة واحدة من كل أطراف الأزمات. وبالتالي بعدما استقبلت مختلف سلطات أو ممثلي السلطة في المركزية في باماكو، هي حركة شمال، وهذه رسالة بأنها متقبلة للحوار وللاستجابة لنداءات التهدئة والحلول السلمية. وأعتقد بأنها رسالة واضحة بأن اتفاق الجزائر الموقع في 2015 ما زال قابلا للتجسيد، وهو ما تدعو إليه الأمم المتحدة، لأن الجزائر ترأس لجنة الوساطة في مالي بمعية الأمم المتحدة حتى تكون هناك شرعية لمختلف الاتفاقات والحلول لهذه المشاكل في مالي. وبالتالي حضور المجتمع المدني المالي بقوة في هذه المبادرة هذا يعكس بأن يمكن أن تكون سنة 2023 سنة الأمل لمالي من خلال اعتماد قاعدة دستورية والاستفتاء عليها وتنظيم انتخابات تشريعية من أجل إعادة الشرعية لمؤسسات الدولة المالية وتمكين المواطنين الماليين من اختيار ممثليهم قبل الانتخابات الرئاسية حتى تعود الشرعية الدستورية لمالي، وممكن فيما بعد أن تندمج في الاتحاد الإفريقي ودول غرب إفريقيا وتتخلص من هذه الضغوطات الأجنبية، لأن مالي حاليا ومنطقة الساحل بصفة عامة تعرف استقطابا عالميا، صراعا بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهذه الضغوطات الأجنبية أثرت سلبا على الداخل المالي. فالاتهامات ما زالت تلاحق أسيمي غويطا، تلاحق المجلس العسكري، تلاحق أي خطوة يقوم بها. فحتى إبرامهم الاتفاقية مع روسيا بدلا من الفاغنر هذا لم يشفع لمالي، وبقيت دائما متهمة بأنها تستعمل عناصر فاغنر، وهناك اتهامات للفاغنر بأنها هي التي تقف وراء مختلف الهجمات في مالي. وبالتالي هذا الصراع الدولي في مالي ومحاولة الضغط على النظام المالي انعكس سلبا على مالي، وبالتالي تحركات الجزائر ودول الجوار والاتحاد الإفريقي ودعوة الجزائر دول إكواس مجموعة دول غرب إفريقيا من أجل مساعدة مالي والتصالح معها، كل هذا في صالح استقرار وتنمية منطقة الساحل والتخلص من هذه الصورة النمطية التي تلاحق
هذه المنطقة في إفريقيا بأنها بؤرة للإرهاب، والتي أعتقد بأنها صناعة استخباراتية إعلامية غربية بامتياز، لأنها لا تريد أن تترك هذه الدول تقوم بإصلاحات سياسية وترجع إلى النظام الدستوري، وظهر بأن القوى الغربية هي التي تحرض وتمول الانقلاب. واضح دكتور. أستاذ وحيد بوطريق، بالإضافة إلى ما تفضل به الدكتور حكيم بوغرارة، ربما أيضا تزامن استقبال رئيس الجمهورية للفاعلين في مالي مع الاجتماع الثاني لنداء الساحل، هل هو تأكيد على أن الجزائر تلعب دورها كاملا في جهود الوساطة وكذا تفعيل اتفاق الجزائر لتحقيق المصالحة في دولة مالي ومرافقتها أيضا في تحقيق الاستقرار المنشود؟ السياق الزمني هو جد مهم، لأنه من قبل كان جاء وزير الخارجية في حوالي الشهر، وزير الخارجية المالي إلى الجزائر، وكان الصريح جد واضح أنه الجزائر الأخ الكبير، الجزائر واش يقولوا له رئيس مالي الحالي أسيمي غويطا أنه يلتزم باتفاق السلم والمصالحة الجزائرية، أنه مالي تثق في الجزائر. هذا تصريحات كانت جد هامة للوزير الخارجية المالي من قبل حوالي شهر. وكذلك لا ننسى اليوم كذلك السيد مسؤول تنسيقية الأزوات كذلك يصرح بتصريح جد هام كذلك أن الجزائر لها منهجية، أن الجزائر لها ديناميكية كبيرة، أن الجزائر كلام يعني يبعث بالأمل، يبعث بالثقة. فلربما هذا كذلك اللقاء يعني رسالة كذلك أنه يثقون في الجزائر، بعد يجي مسؤول الدولة ويجي مسؤول الأزوات إلى الجزائر، لأن الاتفاق الذي أبرمه ما بين الزواد وما بين الحكومة آنذاك الحاكمة، زيد على ذلك رسالة كذلك مبعوثة إلى رسالة فيها إلى الدول الأخرى مثلا الغربية أو النافذة أو اللي كانت في مالي أنه احنا نثق في الجزائر. زيد هذا اللقاء في السياق الزمني جاء مع اللقاء نداء الساحل كذلك، يعني السياق الزمني ما جاش من هباء. على كل حال هذا التنسيق جد مهم، لأنه لما نقول مالي وقول نداء الساحل هو كله مرتبط بعضه في بعض. أنا أظن اللقاء وجد مهم. فلربما داخل اللقاء راح لأنه كان لما مشى العمامرة إلى مالي مؤخرا والتقى بمجموعة تنسيقية تاع الأزواد والتقى بالوزير كذلك الخارجية والتقى بالرئيس كذلك، كان هناك تصريح للسيد العمامرة وتصريح من طرف المسؤولين أنهم كلهم ملتزمون. فلربما في 2023 2024 سينتهي هذا المشكل أولا بالاستفتاء والانتخابات والذهاب إلى المؤسسات منتخبة وتطبيق بما اتفق عليه في 2015. فلربما هذا اللقاء كذلك فلربما لتذليل بعض العقبات أو تسهيل بعض العقبات أو تمهيد أو اقتراح بعض الحلول، وهو لتذليل العقبات الموجودة للذهاب إلى اتفاق 2015. اتفاق هو المعروف اللي فيه كثير من البنود جد مهمة، وهو سمعت أذكر منها باختصار احترام الوحدة الوطنية، رجوع للمهاجرين، إعادة هيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية وإدماج حوالي 26,000 من الجماعة من الشمال، يعني من سكان الشمال، إلى كثير من احترام حقوق الإنسان، إلغاء العنف، يعني وهي كل النقاط التي تهدف إلى استقرار المنطقة. أستاذ وحيد بوطريق، استوفينا وقت الجزء الأول. مشاهدينا نلتقي في الجزء الثاني بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في الجزء الثاني من برنامجكم من الجزائر، وهو العدد الذي خصصناه لمناقشة موضوع الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر وهو نداء الساحل. الدكتور حكيم بوغرارة،
أيضا ربما نعود إلى الحالة الإفريقية والمشاكل الإفريقية، حيث تعالت الأصوات في مناسبات عدة من أجل أفرقة الحلول للمشاكل الإفريقية. اليوم هناك عمل من أجل أن يكون الحل من الشعوب الإفريقية بالخصوص، وهو الأمر اليوم المحقق خلال مشاركة نواب برلمانيون ورجال الدين. ربما هذا هو المطلوب في الوقت الحالي. هو حقيقة إفريقيا أبانت عن إرادة كبيرة على الأقل. لاحظ هذه القمة الإفريقية 36 الأخيرة يعني لقنت درس في الدبلوماسية والتضامن الإفريقي عندما تم طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد أو من حضور جلسات القمة الإفريقية. هذا يعكس بأن الفارقة أو الأنظمة الإفريقية فهمت بأن قوتها من قوة الشعوب الإفريقية، من قوة القيم والمرجعيات التي تقامت عليها النضال في إفريقيا. وعليه هذه الخطوات اتخاذ الجزائر وجنوب إفريقيا والكثير من الدول لمبادرات تنموية، حتى تركيا والصين مشت في هذا الطريق الخاص بإرفاق المكافحة الأمنية للإرهاب بمشاريع تنموية وتخصيص أموال ضخمة لتمكين الكثير من الدول الإفريقية من تجاوز صعوبات التنمية. لاحظ بأن الجزائر من قبل ألغت تقريبا ديون أكثر من 30 دولة إفريقية، واليوم تساهم بمليار دولار في صندوق التنمية، وهذا في إطار المقاربة الشاملة للجزائر. الأفارقة حقيقة قدموا دروسا كبيرة سواء على مستوى الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي حتى الدول العربية التي تعمل في المجال الإفريقي. وبالتالي كل هذه الخطوات هي تؤكد بأن فيه نهضة إفريقية كبيرة. لا تنسى بأن طرد فرنسا من إفريقيا تم بمظاهرات شعبية. هذه المظاهرات كانت نتاج لحملات عبر مساحات التواصل الاجتماعي، عبر مساحات الوسائل الإعلام، عبر هذا التثاقف الإفريقي إن صح التعبير، هذه اللقاءات، هذا الاندماج الإفريقي والتحسيس بخطورة الاستعمار والعقليات الاستعمارية وحتى النخب المزيفة التي ما زالت تعمل لصالح الاستعمار، أو تواجد طابور خامس في الكثير من الدول الإفريقية. وعليه هذه الخطوات الإفريقية. لاحظ بأن المظاهرات الشعبية هي التي طردت فرنسا من مالي ومن بوركينا فاسو، وما كان على النظامين في بوركينا فاسو ومالي إلا الاستجابة لتطلعات الشعوب. دول الساحل تريد تجريب محاور أخرى، حلفاء آخرين لا يبتزون ولا يساومون على غرار روسيا، على غرار تركيا، على غرار الصين. وبالتالي لاحظ بأن حتى الوفود العسكرية الغربية أيقنت أخطائها الجسيمة في إفريقيا على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار بريطانيا. التبادل الزيارات على مستوى الوفود العسكرية بين هذه الدول بريطانيا والولايات المتحدة مع الجزائر، هذا يعكس اعتراف هذا الغرب بفشله في التعامل مع إفريقيا. وبالتالي لاحظوا بأن القبول الصيني، القبول التركي، القبول الروسي كان وفقا للعلاقات القوية التي تربطهم مع الجزائر. وبالتالي الأفارقة عندما يتجهون إلى محاور خارج الاتحاد الأوروبي أصبحوا يعتمدون على توجهات الجزائر، على توجهات جنوب إفريقيا، على توجهات نيجيريا. وبالتالي عندما نلاحظ القبول الصيني والقبول الروسي والقبول التركي في إفريقيا، القبول كوريا الجنوبية، قبول اليابان كشركاء مع إفريقيا، هذا لنظرة الأفارقة من خلال تقييم علاقات الجزائر مع هذه المحاور. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا في زيارتهم إلى الجزائر وتكثيف الزيارات ربما ليسوقون صورة لإفريقيا بأنهم يتطلعون إلى علاقات جديدة، إلى نظرة جديدة بالاعتماد على الجزائر، وأن الجزائر شريك موثوق به. وعندما يرون وفودا كثيرة تأتي إلى الجزائر فالأفارقة يطمئنون نوعا ما لهذه التبادلات، حتى عندما يذهبون إلى إفريقيا فتلك الصورة النمطية مع زيارة الجزائر
تلمع من صورة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لتصحيح أخطاء كبيرة ارتكبوها تجاه إفريقيا، لأن لديهم سوابق في إفريقيا. وعليه فإفريقيا اليوم التي خطت خطوات كبيرة لتكثيف العمل الإفريقي لتحصين السيادة، لاسترجاع السيادة على القرار الإفريقي، وهو ما تحدث عنه العمامرة. وبالتالي هذه المؤشرات الإيجابية، واقع العلاقات الدولية المتوتر بين الشرق والغرب، خدم كثيرا إفريقيا أصبحت مطلوبة لعقد قيمة مع الاتحاد الأوروبي. دكتور، سأعود إليك في هذه النقطة بالذات. أستاذ وحيد بوطريق، هل اليوم الحل هو في البرلمانات المحلية والمشايخ الدينية من أجل اختصار الوقت والوصول بطريقة مختصرة إلى المواطن الإفريقي وحصر الفكر التطرفي لديه؟ هذا عنصر من العناصر، هذا ما كانش مفعل من قبل وكان غائب، والفراغ نتاعو استغلته الدول الغربية، الجهات الاستخباراتية، الطابور الخامس بما يسمى الطابور الخامس ليعمل إلى الأجندات الخبيثة، جهة تعمل في الفتاوي، جهة تعمل في حقوق الإنسان، جهة تعمل في الإعلام، كل جهة وين تخدم، ولكن كلهم يصبون ضد أفريقيا وضد شعوب أفريقيا ويخدمون النظام الغربي القديم. هذا اليوم تفعيل هذه الفعاليات الدينية والثقافية والمجتمع المدني بصفة عامة والبرلمانيين، هذا راح يعطي قوة إلى النظام السياسي لكل بلد، وإلى القوى السياسية الأفريقية أن تلمم الجراحة نتاعها وتتكلم بقوة. وحتى شفنا اللقاءات الأخيرة اللي كانت عندهم حوالي عام المجتمع المدني الأفريقي مع الرئيس ماكرون، لقنوه درسا كبيرا وقالوا له كلام يعني قاسي. نحن تعبنا وهرمنا أن نسمع كلام نساعدكم، أفريقيا الغنية، أفريقيا اللي تساعدكم، لها الموارد الطبيعية، لها ما يكفيها، لها من الشمس، لها من الأرض، لها من المياه، لها من المساحة، لها المستقبل، ولكن نحن الذين نساعدكم، أنتم تنهبون في خيراتنا. اليوم تعالوا نتعامل رابح، نتعامل في الجانب الإنساني الاقتصادي والتجاري وغير ذلك. اليوم أفريقيا استغلت فرصة جد ثمينة، الفرصة أنه يوجد محور كبير بما تسمى محور الروسي الصيني، بما يسمى البريكس، بما يسمى الجهة الشرقية، بما تسمى دخول تركيا لم تكن موجودة من قبل، بما دخول اليابان لم يكن موجود في أفريقيا، دخول أمريكا لم تكن موجودة في أفريقيا في الستينات قبل الستينات. إذن هذه كلها وهو من شأنه أن يحول إفريقيا من منطقة تسارع إلى منطقة تنافس، وعرفوا كيف يعني أصبح لهم مجال للمناورة، وهذا المجال خلاهم يعني وكذلك القادة أصبحوا أكثر نضجا واستغلوا هذه الفرصة. واليوم نشوف استثمارات بالملايير دولارات. الصين حوالي 20 سنة أصبحت حوالي 280 مليار دولار تبادل تجاري وبالملايير دولارات، وأصبحت أول دولة قبل كل الدول الأوروبية مجتمعة في القارة الأفريقية، وأصبحت رقم 1 في أفريقيا. شفنا كذلك تركيا دخلت بقوة كذلك ولها استثمارات كبيرة وكثير من الدول. اليوم كذلك الجزائر تلعب الدور هذا الكبير اللي كان غايب. لما نشوف المليار دولار للوكالة الوطنية للتعاون، هذا جد مهم كذلك، لأنه لا تنسى احنا كيف نقول نحن مع افريقيا وما كانتش عندنا طائره تمشي الى النيجر ولا الى مالي، تقول نعم افريقيا والتاريخ غير معبده ولا هي غير متصله بريا ما بين موريتانيا وبين ليبيا وتونس. نقول افريقيا واحنا ما بنيناش مدرسه واحده، نعطوا الاعانه نعم، نقف معهم سياسيا في المنابر نعم، نعفو عنهم عن الديون نعم، ولكن كاينه طرق واحده اخرى جد براغماتيه جد مهمه تعطيك اكثر مصداقيه وتعطيك اكثر تموقع. مثلا الاستثمارات في الدول الافريقيه، تستثمر في الدول الافريقيه بهذا المليار انا اقول لك وتكون كاين فلربما ضخ اموال اخرى للاستثمارات وللتعاون، لانه لما تبني مدرسه تمشي الى قريه وتبني مدرسه والى منبع تاع ماء مياه او
جامعة أو غير ذلك، هذه راح تعطيك زخم كبير وراح تعطيك مصداقية أكثر وراح تتوغل أكثر ويكون عندك نفوذ أكثر. مثلا أنا لو نطرح مثلا ما بين قوسين على كل حال، لو المستثمرين، هذا للتنبيه، لو المستثمرين الجزائريين يسمح لهم أن يستثمروا في القارة الأفريقية، مثلا هناك حوالي 30 مليار دولار، قول حوالي 30 مليار دولار اللي راهي تجينا من الاستيراد، واغلبيه السلع اللي تجينا من الاستيراد هي بلد المنشأ التحوي افريقيا، من الكاكاو من البون وغير ذلك والبنان والفواكه والمانجا وغير ذلك واللحوم. لو الاستثمارات تكون في الجهه يعني فال لو سود، الجهه الافريقيه، والمستثمرين تاعنا يستثمروا تما، راح نقلصوا من في العمله الصعبه. اثنين، راح نعطي راس المال للمستثمر تاعنا، زيد راح تربح افريقيا، وراح الاموال هذيك راح ترجع بالفائده على كل الافارقه. نحن كذلك في انتظار لازليكا في لا زون دو ليبر ايشونج كونتينونتال افريكان اللي تكون جد فاعلة مع لي 5 زون فرانش، مع الاستثمارات في الجنوب، يعني السكك الحديدية اللي ترتبط بكل حدودنا الجنوبية، مع طريق تندوف زويرات كذلك، وزويرات زويرات وارسو كذلك، يعني زويرات سينيغال معناتها تصبح موريتانيا ما بين الرواقين، ما بين رواقين غرب افريقيا، ومن غرب افريقيا تمشي الى الوسط والى جنوب افريقيا. واضح استاذ، يعني لم يبقى الكثير من الوقت. الدكتور حكيم بوغرارة، في النقطة التي توقفت فيها الحلول الافريقية والتسارع الأجنبي على إفريقيا، ربما من خلال السياقات التي انعقد فيها هذا الاجتماع الثاني لنداء الساحل، هو تصاعد المد الرافض للوجود الأجنبي في البلدان الإفريقية من طرف الشعوب الإفريقية، وهو الوجود الذي يشار إليه في تغذية الجماعات الإرهابية في المنطقة. وربما هذا الرفض أو المد الرفض سيؤخذ بعين الاعتبار خلال الاجتماع الحالي. لا، هو حقيقة المجتمع المدني أو الشعوب الإفريقية انخرطت في هذه القضية، وهي استرجاع السيادة وبسط السيادة على مختلف الدول الإفريقية، ومنه تقوية المؤسسات الإفريقية وتقوية حتى المؤسسات الداخلية، لأن الإصلاحات السياسية والممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات ومحاربة التزوير وإضفاء شرعية على المؤسسات الإفريقية، هذا سيقوي الدول الإفريقية، سيوحد المؤسسات الأمنية، سيعطي جيوشا قادرة على تأمين مختلف الحدود الإفريقية، لأن هذه الدعوة طرحت كذلك بقوة في اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر في ماي 2021. فعودة ليبيا إلى الاستقرار، توحيد المؤسسة الأمنية في ليبيا، هذا سيعزز الأمن في الحدود مع تشاد، مع السودان، مع مصر، مع الجزائر، مع تونس، وكذلك الأمر مع النيجر ومالي. لاحظ مؤخرا فيه تقارب كبير بين كوت ديفوار ومالي بعد أزمة 29 جنديا إيفواريا الذين تم أسرهم في مالي باتهامات، وبعد وساطات من الطوغو تم حل القضية وتم إعادة مالي إلى دول قلب إفريقيا، وبالتالي فيه مفاوضات وإن كانت بطيئة إلا أنها في الطريق الصحيح. الجزائر تعزز هذا التقارب بين مختلف دول الساحل حتى يشكل تقريبا حصانة ضد هذه الاختراقات الأجنبية، لأن هذه ندوة نداء الساحل أهم أمر طرحته الجزائر هو ضرورة وقف التدخلات الخارجية، لأن تواصل هذه الفوضى في دول الساحل سينعكس سلبا على دول شمال إفريقيا وعلى الدول الأوروبية، وهو ما نبه إليه حلف الناتو في اجتماع بإسبانيا. وبالتالي إشراك هذا المجتمع المدني وعودة الحلول الإفريقية ستعزز من الأمن والتنمية في إفريقيا. واضح دكتور. أستاذ وحيد بوطريق، ربما سأعود إلى نقطة المليار دولار. ربما الجزائر في مقاربتها في دحر الإرهاب هو تجفيف منابع الإرهاب، وربما هي ما تجسد أيضا وما شاهدناه في مرافعاتها في تجريم الفدية. 1 مليار ربما هو هجمة عكسية من الجزائر على على الجماعات الإرهابية ومن يغذي الإرهاب. ربما هو تجفيف منابع الإرهاب من الجانب المالي وضخ أموال من أجل التنمية للنهضة بإفريقيا أو المنطقة الإفريقية، خاصة في الساحل، خاصة في حدودنا، لأنه لما تضخ هذه الأموال وتكون موجهة إلى الاستثمارات لتعود بالفائدة، لما تستثمر ترجع لك بالفائدة. مثلا أعطيك أنا أمثلة صغيرة، لما تقول الجزائر
تقوم بالمشروع، هي تمول المشروع المشروع تندوف زويرات، ومن بعد ذيك زويرات روسو، يعني روسو الحدوديه مع السنغال راح تعود بالفائده. لما تقول الجزائر تمول الانبوب الغاز ما بين النيجر ونيجيريا، هذا راح يرجع بالفائده تو ان بورسنتاج. لما تقول مليار دولار غدا ان شاء الله شمال مالي فيه مشاكل كبيره في مشاكل تنميه، لو انت غدا ان شاء الله تخلق تنميه وتخلق تخلق استقرار، يعني تروح على الاقل مثلا نعطوا امثله صغيره، لو تكون كاين مدارس تم مدارس مثلا، وتكون كاين حفر لابار للمياه، اولا صداقه على الشعب الجزائري، تنين صداقه على هذاك الشعب، زيد على ذلك راح يكون الاستقرار وما تكونش الهجره الهجره تاع الافارقه او في الحدود يعني هي كاين هذه الهجره الجماعيه هي مبرمجه. لعلمك نعطيك انا اليوم لاول مره تسمعها على كل حال، لما نقول الخطه تاع الهجره هذيك ممنهجه، يعني شكون يسير الافارقه هذه، شكون يسيرهم بالطائرات، شكون يسيرهم بوسائل النقل، شكون يمشيهم الى الحدود مثلا. ولا خذنا المغرب مثلا والمجزره اللي صارت في ما بين المغرب وما بين اسبانيا في الحدود، يعني اللي طرح السؤال هذا الافارقه منين جاوا الى المغرب؟ السؤال يطرح منين جاوا؟ هل المغرب له حدود مع الدول الافريقيه؟ ما عندوش حدود، عنده الا المنفذ تاع القرقرات. اذا منين جاوا كل هذه الافارقه، هذه الالاف منين جات؟ اذا الامور لابد للتحقيق والاهداف تاعها وش هي. اليوم نشوفوا المشاكل اللي طرحوها لنا من قبل في الجزائر، وشفنا ابواق كثيره فرنسيه اقولها بكل صراحه، وجمعيات بما تسمى ONG اللي يتكلموا على حقوق الانسان، هم ما عندهم حتى علاقه مع حقوق الانسان. وانا اعطيك امثله اللي هي موثقه على كل حال بما تسمى ONG. نعرف لارش جو دي بيان لارش دو زوي، جمعيه بما تسمى حقوقيه للدفاع عن الاطفال اليتامى اللي جابوا الاطفال، قال لك نجيبوا الاطفال اليتامى لتربيتهم وللاعانه بهم لاعانتهم، ولكن سي افيري كو سيت ان جروب دو باندي على فان دو كونت، يعني في الاخر كاع هذيك الجمعيه حوصرت في تشاد مع حسن دبي انذاك، والانترفونسيون يعني بالرئيس الفرنسي تدخل، وهذيك الجمعيه تفككت على كل حال، وصبحوا في السجون وصبحوا في المحاكم. اذا الامور جد ماهيش سهله ماهيش سهله. الجزائر تعمل باستراتيجيات جد معمقه ومتفرعه، لانه الورم كبير وعنده عده رؤوس ولا بد قطع الرؤوس في كل جهه، وهذا المال راح يرجع، انا اقول لك راح يرجع بالفائده كبيره. الجزائر كانت تساعد من قبل، كل اغلبيه الافارقه يقراوا في الجامعات الجزائريه، اغلبيه الافارقه الجزائر ساعدتهم باموال، ولكن هذه الاستراتيجيه الجديده هي جد مهمه تعمل بها كل الدول، كل الوكالات الفرنسيه، الوكالات البريطانيه، الوكالات الامريكيه، كلها تعمل بهم، كلها تمد مساعدات وكلها تستثمر. ونعطيك انا امثله صغيره برك، اليوم هنا في الجزائر برك ولا مشيت برك شراكه لهنا تصيب استثمارات او هبه قطريه، هبه اماراتيه، هبه سعوديه، هبه اكسترا، وحنا وين رانا في هذا الشيء اليوم. هذه الاستراتيجيه هي جد مهمه ونظره جد هامه للمصلحه العامه. واضح استاذ دكتور حكيم بورارة، يعني المقاربه الجزائريه المبنيه على التنميه، الجانب الامني والتنموي والجانب الامني، ربما هي ليست مجرد طرح، هي واقع وبدات اليتها تظهر لدى الدوله الجزائريه في الارض الافريقيه. حقيقه حتى انشاء مدرسه لتكوين الائمه في مدرسة لتكوين الأئمة في النيجر، ومنه إمكانية توسيعها إلى مختلف دول الساحل لغرس فكر معتدل إسلامي، حتى نبعد هذه الفتاوى المزيفة ونقضي على هذه الحملات التي تروج لهذا الفكر المتطرف. الجزائر من خلال توسيع بث إذاعة القرآن الكريم منذ سنوات لكل منطقة الساحل، هذا جانب إعلامي في مكافحة التطرف وفي
نشر الفكر المعتدل ويدخل في سياق يعني القيم الحضارية لمكافحة الإرهاب. وبالتالي هذه المشاريع المهمة تحتاج إلى دعم وتمويل من كل دول العالم، لأن نداء الساحل في القمة الأولى الذي انعقد في فيينا في 2021 هي مبادرة عالمية وليست مقتصرة على جهة أو قارة معينة، وهذا لتنبيه لخطورة الأوضاع في الساحل وخطورة استمرارها أكثر. وعليه فمثل هذه المبادرات الخاصة بالمجتمع المدني، فيه مؤتمر في وهران حضور علماء الدين وشخصية من دول الساحل تناقش السلوك الحضاري الذي هو كذلك عنصر مهم، لأن الاهتمام بالمورد البشري في هذه المنطقة وإشراكه في هذا التغيير وإشراكه في هذه المقاربة المتكاملة، أعتقد بأن هذا من أهم المحاور التي يجب التركيز عليها، وإن كانت نتائجها ستظهر على المدى المتوسط، إلا أن الاستثمار في المورد البشري أحسن من جلب السلاح وترك هذا الفراغ الروحي والحضاري في المنطقة. واضح. الدكتور حكيم بورار الأستاذ الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. الشكر أيضا للأستاذ وحيد بوطريق المحلل السياسي، شكرا لك أستاذ على كل هذه التوضيحات. الشكر موصول للفريق التقني العامل معي اليوم. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في العدد القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم.